كأس العالم دلوقتي هو الحدث الأكبر اللي شاغل العالم كله دلوقتي. أنا عايزة أدي بس شوية رسائل كده إزاي أستفيد من كأس العالم ده، أو إزاي أكون واعي لبعض الرموز فيه. أول حاجة، أشبك مع طاقة المتعة والانتصار والاحتفالات. يعني حتى لو بالنية بس، لأن دي من أعلى وأقوى الذبذبات والطاقات. حاول تفرح وتستمتع وتحس بالانتصار، وتشبك مع، لو في طاقة جماعية بتحتفل، اشبك معاهم طاقيا. تاني حاجة عايزة أقولها إن أنت خلي بالك من طاقتك، يعني بلاش تدي تركيزك كله للماتشات وللحدث، لأن علشان الطاقة بتاعتك ما تتسحبش. فخلي بالك من الطاقة بتاعتك رايحة فين، يعني خلي دايما طاقتك رايحة للاحتفال، للمتعة، للانتصار، مش للأحداث وإنك أنت تنخرط فيها وإنك أنت تبدأ تتعصب ويحصل نرفزة وإنك أنت تزعل والقصة دي كلها. فخلي بالك من طاقتك وتركيزك رايح فين. تالت حاجة عايزة أقولها إن قد إيه يكون واعي للطاقة الجماعية، والوعي الجمعي والطاقة الجماعية قد إيه مؤثرة. حتى سبحان الله في الصلاة أو في التأملات، إحنا الطاقة الجماعية بتكون أقوى بكتير من الطاقة الفردية. علشان كده حتى الجماهير وهي بتشجع بتكون طاقتها قد إيه قوية. فأنت حتى لو أخدت الجماهير دي برمزية، فهي رمزية للتشجيع وللحماس. فحتى لو الحماس ده بتديه للعيبة، لكن انت ممكن تاخد رمزية الجماهير دي بانك انت تكون بتعرف ازاي تشجع نفسك، وازاي تعيش الحماس ده لتحقيق هدفك، وتكون انت جمهورك الوحيد. رابع حاجة عايزة أقولها، لما تشجع بلدك وتفرح لبلدك، كأنك انت بتفرح للأرض الأم كلها، البلد بالذات، بلد المنشأ بتاعتك، فهي الأرض. والأرض الأم هي بتدينا ايه؟ طبعا زي ما احنا عارفين، الثراء والصحة والثبات والقوة. ف... فافرح للبلد، وبلاش تنخرط في اي حزن او اي حدث وحش، يعني او انت شايفه ان هو سلبي. يعني لو حتى يعني حصل خسارة، فكأنها تجربة وعدت وحدث وعدى وخلاص. بلاش تنخرط في الموضوع ده، بس خلي تركيزك كله ان انا بحب البلد دي، وعايز انها تكون منتصرة، او ان يبقى فيها استمتاع ويبقى فيها طاقة فرح. فحبك للبلد نفسه كأنك بتوجه الطاقة دي كلها للأرض الأم. آخر حاجة هختم بيها، كان في حوار مع لاعب عالمي، يعني ما خدتش أصلا بالي من السؤال، والله أنا خدت بالي من الإجابة. هو بيقولها عملت كليك، يعني ودني كأني لقطت الكلمة. فهو إجابته كانت بتقول: أنا عارف قيمة نفسي. وقالها بدون استعلاء ولا غرور، قالها بتلقائية شديدة جدا، وكأن هي دي الحالة الداخلية، مش وهي كأن هي دي الحالة الداخلية بتاعته. فتخيل واحد عارف قيمة نفسه كويس، عارف استحقاقه، شغال على ثقته في نفسه، والثقة دي عالية جدا. فالنتيجة الحتمية لحاجة زي كده هي النجاح. فده رمزية برضو، وحد بيقولك انت لو عارف قيمة نفسك، عارف استحقاقك، شغال على ثقتك في نفسك، فالنتيجة الحتمية للمعادلة دي كلها هتكون نجاحك أكيد. فخد من كأس العالم ده الرسائل اللي بيحملها، وما تركزش قوي مع الحدث نفسه. وبس كده. شكرا.